اولاده في المحكمة، فوق انه ما يصرف فوق الطريق وما هو سوي، بهدلني، شوه سمعتي، ما بقالي شي في الدنيا دي لو سواه. الحين انا دخلت اولاد الضمان الاجتماعي بعد ما المحكمة حكمت لي بهذا 150 ريال، 150 ريال مصروف ولدين، 75 مدارس، مواصلات، مستشفيات، ولا شيء. 150 ريال. رحت الضمان الاجتماعي ردوني كذا مرة الين ما لقيت الله يوفقه وزير الشؤون ودخل اولادي لما عرف ظروفه. وكل مرة ابوهم يروح يوقف الضمان وانا ارجعه. الحين رافع علي شكوى اني انا احتال على الضمان، والضمان يطالبني بكل ريال دفعوه لاولادي، كل ريال دفعوه لاولادي 1200 كل شهر. يا ناس انا من فين اجيب؟ انا قاعد تصرف على اولادي وفوق كذا يقولوا علي الحين انا مدحله اني انا اخذ فلوس الضمان. انا يا دوب اترزق الله لاولادي بالقوه، ما اروح مكان اللي يقولوا لي انت اجنبيه مالك حق، انت اجنبيه. طب اولادكم ايش اسوي؟ اعطوني الاقامه الدائمه وكل ما اروح يقولوا ما جاتنا قرارات. انا اناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد، اناشد اللي ينصف المظلومين، خالد الفيصل يوقفوا جنبي جنب اولادكم، اعتبروني زي بنتكم. انا ما ابغى شيء، ما ابغى منه ولا ريال، بس انه يبعد عن طريقي انا اولادي، اربيهم تربيه زي الناس، اكبرهم يخدموا بلدهم، بس يبعد عني هذا الرجال. لا عندي ابو يوقف جنبي ولا اخي يساندني الا الله. ناشدتكم بالله توصلوا هذا الفيديو للخادم الحرمين الشريفين ولي العهد خالد الفيصل. الله يوفق من يرسل الفيديو هذا ويدي اللي يتمناه يا رب. انقذوني قبل تاريخ 17 الشهر ذا، معطيني مهلة بس، ولا انا عندي اولاد، لا بيت زي الناس ولا عيشة واقول الحمد لله، ما ابغى شيء ثاني. هذا طلال يحيى الخولاني، ابوهم طلال يحيى الخولاني. اتمنى ان انتم تنجدوني، توصلوا الفيديو لاعلى شيء يوصلهم قبل تاريخ 17. انا حرمة مكسورة، مالي احد بعد الله. فين اودي اولادي؟ فين اروح انا وياهم اذا بلدهم ما انصفتهم؟ فين نروح؟ اتمنى انه انتوا توصلوا الفيديو هذا كل اللي اتمناه. والله ما ابغى شيء، ما ابغى غير اولادي بس في الدنيا، ما ابغى غير اولادي بس.